مساء الخير، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنه على إثر تحريات دامت لأشهر تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على مواطن جزائري يشبه في انتمائه لتنظيم جند الخلافة الإرهابي الذي ينشط بالجزائر والذي سبق وأن تبنى اغتيال رهين فرنسي. ويوضح بلاغ الداخلية أنه ثم العثور بحوزة المشبه به على كميات كبيرة من مواد خطرة وأجهزة تستعمل في الاتصالات اللاسلكية، إضافة إلى رسم بياني خطرة، بالإضافة إلى أسلحة نارية بمنطقة متواجدة بين بن درار وأحفير. ويضيف البلاغ أيضا أن المشبه به كان برفقته عنصر آخر يجري البحث عنه قصد تحديد هويته من أجل إلقاء القبض عليه. وكان تنظيم جند الخلافة الإرهابي الذي يتخذ من الجزائر منطلقا لعملياته سبق وأن أعلن مبايعته لما يسمى بتنظيم الدولة في العراق والشام. ودائما مع موضوع الإرهاب، ذكرت اليوم وسائل إعلام إسبانية